مستني الفيديو على اللي حصل بين ترامب وزيلينسكي. مبدئيا يا علي، انا صحيت الصبح لقيت ابو حنان شايل ترابيزه الاجتماعات ومقعدهم قدامه زي التلامذه. بس الحمد لله زيلينسكي جه لابس بدله، لان طبعا المره اللي فاتت ابو حنان هزاه وقال له ايه اللي انت لابسه ده، انت فاكر نفسك رايح الجنينه؟ المهم دخلوا الفصل، ترامب قال لهم ايوه انتوا عايزين ايه بقى دلوقتي؟ قالوا له احنا عايزين سيز فاير، عايزين وقف اطلاق النار بين اوكرانيا وروسيا. راح دونالد داك قال لهم يعني انا مش شايف ان دي حاجه اساسيه، الاول انا شايف ان احنا نبتدي باننا نمضي معاهده سلام بين الدولتين. الراجل بتاع المانيا خلقه ضيق، قال لك ابتدينا الهبل بقى، يعني يا راجل يا عره هنبقى احنا قاعدين بنمضي معاهده السلام وهم قاعدين يطحنوا بعض، مش لازم نوقف اطلاق النار الاول؟ فراح ترامب قال لهم طب بصوا انا عايزه استعين بصديق، انا هقوم اعمل مكالمه. نعم يعني انت هتسيب رئيس فرنسا وانجلترا والمانيا قاعدين وتقوم تتكلم في التليفون؟ قال لهم اه انا هكلم بوتين. سابهم كتير، ساعه الا ربع قاعدين مرزوعين مستنيينه وهو بيكلم بوتين. خلص ورجع الفصل، قال لهم ده ميعاد حصه الجغرافيا، طلع لهم كده خريطه بتاعت روسيا وفي كام حته متعلمين بالاحمر، قال لك دي الحتت اللي روسيا واخداها من اوكرانيا. راح زيلينسكي قام قال له لا مش دول بس، ما ينفعش كده. بتوع اوروبا قالوا له اسكت اما نشوف اخره الليله الطين دي. ففي الاخر ترامب قال لهم طيب بصوا انا شايف ان انتوا تتكلوا على الله وكل واحد يرجع بلده، وانا بقى هبقى اعمل اجتماع على الضيق كده بين زيلينسكي وبوتين. فدلوقتي اللي واضح ان ترامب هيكلفت لهم اي اتفاقيه سلام كده بحيث ان الحرب تخلص بشروط روسيا، وبتوع الاتحاد الاوروبي قاعدين مش عارفين يعملوا اي حاجه.